2019 برعاية أيمن مود. بيكون هذا الفيديو تعارف لأيمن وتعرفوا من هو أيمن تماما. أسئلة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي في الفيس والإنستغرام وتويتر وغيره من المواقع عشان تسألوني بأسئلة وأنا بجاوبها اليوم. قبل ما أبدأ الإجابة على الأسئلة معي لكم خبرين مفرحين. إن شاء الله بنكون كل أسبوع ننزل 2 فيديوهات. الفيديو الأول بيكون هو الفيديو الأساسي ذو المحتوى الهادف، أما الخبر الثاني بيكون أنتم تحددوا إيش محتوى الفيديو. بحدد لها لكم هنا فوق، بتحددوا إيش المحتوى الذي بكون أنشره، سواء فلوجات، سواء فيديوهات كوميديا، سواء تحديات، سواء أشياء تحبوها أنتم، حتى جيمنج بتكون ألعاب بوبجي ولا فورتنايت، بعدين بتحددوا أنتم. أهم شيء ألعاب تلفون. الآن بنبدأ إجابة على الأسئلة. نبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول من عبد القادر عمر المظفر، يقول: عندي لك سؤالين يشبهون بعض. من المتعارف أن اليوتيوبرز اليمنيين الجدد بالغالب لما يدخلوا اليوتيوب يكونوا غير ملمين بالمواضيع البرمجية والإنتاج وقدرة الإلقاء، على عكسك تماما. نبدأ لك. فالسؤال الذي بيطرح نفسه: ليش تأخرت كثيرا في فتح قناتك؟ أما سؤاله الثاني يقول: إيش الدافع أو السبب اللي خلاك تدخل عالم اليوتيوب؟ تأخرت لأنه ما كانش عندي فراغ، كان عندي أعمال ودراسة، لن تفرغت يعني بضع الوقت، فقلت قد أنا أنشر فيه المحتوى الهادف الذي كنت أطمح به من عندما صغير، كنت أتمنى أني أدخل إلى اليوتيوب. أما السؤال الثاني من أيمن محمد، قال: 15 واحد من أصحابك بتحس إنهم زي أخوانك ويدعموك في القناة. أنت أولهم يا أيمن، أنت واحد منهم. أصحابي كلهم أنا ما عنديش يعني أشخاص محددين، فأنت منهم أيمن، ولا يهمك يا أيمن محمد. أيمن جرافيكس هذا رجل مبدع. سؤالي: ما رأيك بأنوار البدر؟ تمام، رجل مصلي، رجل يطيع الله ويطيع والديه. ايش رأيك بصداقتي انا واحمد؟ ما لكم يا جماعة مع فيديو تعارف. اما الشخص اللي بعده او السؤال: برأيك هل القاد سبب دمار وبلاء الشعب اليمني مثل ما يقول بعض؟ والله شوف، البلاء والدمار اللي حاصل الآن هو تخالفنا ما بيننا البين، لكن إذا كنا متحدين بيننا البين والله لا يقع دمار ولا نقول القات ولا كذا. صح إن القات شيء مضر ونحسه ياخذ من وقتنا كثير، بس لا نحملش كل شيء عليه. أما السؤال اللي بعده من صالح طارق أحمد شمسان: إيش رأيك باليوتيوبر صلحون؟ كنت داري كل الدراية إنك شو سألها في السؤال يا صلحون. طبعا أنت يوتيوبر بادئ، اشتغل على نفسك كثير. أي يوتيوبر يبدأ من الصفر يطلع بعدين لفوق وانت ما انتش خلاف عليهم. السؤال الذي بعده من صالح احمد: اللي يعرفك انك موهوب واشتغلت وسويت كثير اشياء وشغلات، ايش اكثر شيء حسيت انك ابدعت فيه واتقنته؟ طبعا التمثيل والستاند اب كوميدي، احس الكوميديا لايقه كذا شويه عليها، واليوتيوب احلى شيء. السؤال الذي بعده من همادي اسلوي: ايش الذي تشتي توصله بدخولك اليوتيوب؟ اقصد ما هو هدفك؟ والله يا صاحبي، هدفي اني اكون شخص مغير واقدم رسالة خاصة للمجتمع اليمني وعامة للمجتمع العربي بشكل عام. اللي بعده ضياء المغبشي: كم تحب اخوك سامي؟ سامي يا اخي احبك شقنين عليك، مستعد اهرب معك يا سامي. طبعا سامي يا اخي بالتعليقات مصري مغربي جزائري كل شيء. اللي بعده: هل لديك طموحات بالمستقبل في اليوتيوب؟ وما هي؟ ابو بكر الرسام هذا احبه صح. ابو بكر الرسام هو اللي دحين قال يصور وهو اللي قال يمنتج. فطموحاتي بالمستقبل انه يكون معانا الاخ هذا ونعمل اشياء احنا وهم جمعة، اشياء حلوه ان شاء الله. السؤال اللي بعده من حمزة العريقي: حمزاوي اتش تو جو، ايش اهدافك بسنة 2019؟ اني اوصل رسالة واكون يوتيوبر اليمن. يوتيوبر اليمن، يوتيوبر اليمن. معلش كان في شوية ضجة فدحين سكتوا شفت. السؤال اللي بعده من عمرو الهاجم. عمرو الهاجم بقبقة: هل بتلتزم بطابع الفيديوهات حقك السابقة أو قد ربما تغير؟ وإيش ممكن تغير؟ شوف، فيديوهاتي السابقة اللي هي المحتوى الهادف ما بغيروش تماما، هي اللي طموح أنا كان طموحاتي إن أسوي هذه الفيديوهات. من ناحية التغيير إنه بسوي فيديو إضافي جنب هذا، بيكون بالأسبوع حلقتين 2 نمبر. أما السؤال اللي بعده من سامي محمود: أخي my brother my best brother، كم من الوقت تستغرق لعمل هذا الديكور؟ سامي أنت داري أجلس نص ساعة وأنا أتضارب أنا وهم. وهل المشاهدين يستاهلوا كل هذا؟ وهل تعتقد بأنهم سيردون الجميل بالجميل؟ نعم يستاهلون أكثر، ويردون الجميل بلايكات وشير وسبسكرايب لايك. لو عدك للآن شوف الفيديو ما سويتش لايك عيب، والله فضيحة، والله فضيحة، عيب بحق أخي. شوف جالس. اللي بعده: ايش اسم امك؟ سب اسم امك اللي
ام ايمن والله ما شاء الله. السؤال اللي بعده من معاذ المغربي، والله شكلها بصيرة. بسم الله. اسلوبك جميل اخي ايمن ورسالتك جميل، لكن سؤالي الذي اطرحه لماذا دائما عناوين الفيديوهات التي يطرحها البعض تجعلك تشعر نفسك بالمحتوى؟ شيء غلط من اليوتيوب، مش هدف وتقديم رسالة. ليس دائما تكون تجيب قناة تريد فقط اسلوب دعوة معين للقضية الاجتماعية. اسلوب دعوة معين للقضية الاجتماعية. سؤال انا قلته معاذ المغربي، قلت سؤال اشتي بس سؤال والله ما فعلته هذا عقاب. طيب برد لك هو بالتعليقات بالفيسبوك، لانه الكلام هذا كثير ضروري نرد كثير والحلقات نضرب بعدين. شكرا اخي معاذ فرسالتك حلوه. السؤال الذي بعده عبد الغني المعصني، انت من اي محافظه وايش اسمها قريتك؟ طبعا انا اصولي من ريمه، عايش في تعز، وقريتي اسمها الظهار. اما السؤال الذي بعده من صفوان الضبيبي، ولد عمي. حبيبي ايمن، وانت حبيبي وروحي وفؤادي وقلبي. سؤالي، ما هو الدافع الرئيسي لدخولك عالم اليوتيوب؟ هل بدافع الفكاهية ام لايصال رسالة؟ والله الدافع الرئيسي ان انا دخلت اليوتيوب عشان اوصل رسالة، وخاصة المجتمع اليمني والعالم العربي. وكم تحبنا؟ والله احبك، شقرين عليك يا صفوان. السؤال الذي بعده، متى ناوي تسيب اليوتيوب؟ وليد العبسي. طبعا وليد العبسي هذا معانا فريق بلو لايز. ليش يا وليد؟ ليش؟ عشان انك دخلت لي الغصب، ما رضيتش تجي تصور لي. ازيد بالضعج جلست تغني. خلاص ارجع قلم امزح، بس سمعنا صوتك وانت تغني. شغلني ان شاء الله، انتظروا عمل جديد بسوي كذا اغنيه حلوه، لكن اغني دحين صوتي شحب وانا اضحك شو الذي بعده، ايش الصعوبات اللي تواجهك حاليا كيوتيوبر وليش اخترت هذا المجال؟ والله الصعوبات اللي تواجهنا انه ما فيش دعم. حاولنا اتعب في كتابة السيناريو، في التصوير، نتعب كثير، بس احس انه ما فيش تشجيع. وكذا في النهاية الحمد لله كمل الاسئلة. صح في اسئلة كثير ما جاوبناش لضيق الوقت، ما نشيش الحلقة تطول اكثر. ولهنا لا تنسوا اللايك، شير، سبسكرايب لو سمحتم اني اتعب كثيرا. وان شاء الله انتظروا الاسبوع الواقي في حلقات جديدة واسلوب جديد. السلام عليكم.